علوم شيخوخة أمل دائما اليوم اللي كيسبق المؤتمر اللي كيكون بالطبع فيه أطباء كنخصصوه للعموم وكنعتزوا باللغة العربية ديالنا، ولأن هي واحد الوسيلة، واحد اللغة رائعة لتبسيط المعلومة الطبية وباش أن احنا نوصلوا المبتغى ديالنا في النصائح اللي باغيين نقدموها للعموم باللغة العربية. وهذا العام كاين واحد الخاصية أخرى، هو أنني ملي هيئت الموضوع اللي غادي نقدمه وصفات للشيخوخة الصحية، قررت أن أحتفي بالموروث الثقافي المغربي وخصوصا الأمثال المغربية وما تقدمه لنا هذه الثقافة المغربية اللي تعلمناها من جدودنا ومن الأجيال اللي سبقتنا في الصحة، وكذلك في ارتباطها بالوقاية من أمراض الشيخوخة والحفاظ على المسن بصحة جيدة وبدون فقدان استقلالية. أول شيء هنا عماد طب الشيخوخة هي الوقاية، والوقاية أول شيء تتبع وتشخيص الأمراض المزمنة. نصف المغاربة مصابون بالسكري وبارتفاع ضغط الدم ولا يعرفون أنهم مصابون بهذه الأمراض. أول شيء هو تشخيص الأمراض المزمنة. ثاني شيء تتبع الأمراض المزمنة، هادو أمراض صامتة فتاكة خص التتبع ديالها. ثالث شيء التلقيح اللي احنا كنلاحظوا كمختصين ان بعد وباء كورونا كان العديد من لي ريتيسونس، الناس ما بقاتش كتمشي تلقح. علاش؟ لان بزاف نظرا هذه المعلومات المضلله اللي هضرنا عليها، اللي تشلل، اللي طرات له مضاعفات خطيره، دونك الناس ما بقاتش كتلقح. حنا جميع المعطيات اللي عندنا الان والدراسات تثبت ان التلقيحات امنه. المغرب ملي كنقترحوا واحد التلقيح، خصوصا اول شيء نبدا به هو التلقيح ضد الانفلونزا الموسميه كل عام بالنسبه للمسنين وبالنسبه للناس اللي في وضعيه هشاشه. هذا التلقيح الانفلونزا تقتل، والتلقيح يحمي هاد الناس من الامراض المزمنه ويقلل من خطر المضاعفات. اذا هذا الشيء هذا اللي كنحاولوا ان احنا نوصلوه في هذه الأمسية هذه للعموم. الوقاية واستشارة الطبيب. أنا غنتكلم عن الأمثال المغربية، في كثير منها كاين حكمة كثيرة. كاين المثل ديال سل مجرب لا تسال الطبيب، أنا كنقول سل مجرب وسل الطبيب كذلك.